السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يا رب تكونوا بخير. يلا بينا في فيديو النهاردة هنعمل وصفتين أساسيين في كل بيت، لو عملتيهم هترتاحي وهتوفري لنفسك كتير قوي وقت ومجهود، مش بس في رمضان، لا ده على طول. عندي هنا 2 كيلو ونص من البصل، هقشرهم وخرطهم. هحتاج كيلو في وصفة وكيلو ونص في وصفة تانية. تمام كده. هنعمل ايه بقى هقول لكم دلوقتي، بس قبل ما نخش على الفيديو والطريقتين بتوعنا ما تنسوش ان احنا نصلي على النبي في كومنت وندعي لاخواتنا في غزة ان ربنا يعدي الكرب ده على خير وينصرهم نصرا عزيزا يتعجب له اهل السماوات والارض، ويرحم امواتهم واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. هاتي حلتين، واحده حطي فيها معلقتين سمنه بلدي او اي نوع سمنه بتستخدميه كبار، وفي حله تانية حطي كوبايه زيت كبيره. تمام كده. الحلة اللي فيها الزيت حطي فيها 1.5 كيلو بصل، والحلة اللي فيها السمنة هنحط فيها 1 واحد بس من البصل. تمام. كيلو البصل دوت هنعصق فيه 0.5 كيلو من اللحمة، والكيلو ونص البصل التانيين هنعمل فيهم 3 كيلو طماطم، هنعملهم تخديعة محشي. تمام كده. انا بعمل كيلو البصل عليه 2 كيلو طماطم في تخديعة المحشي، عشان كده عملت كيلو ونص بصل هحط عليهم 3 كيلو طماطم. الطماطم بتاعة المحشي انا مش بحب ان انا انعمها قوي، ومش بحب ان انا اصفيها. بحب اضربها كده في الخلاط وتبقى خشنة شوية، ومن غير ما اصفيها بحطها على البصل على طول. واول ما البصلة بقى تدبل شوية، اللي هي بتاعة التعصيجة، هحط عليها قرنين فلفل متقطعين، حباهم سبايسي حباهم بارد، حطي الطعم اللي انت بتحبيه. واول بقى اما البصله توصل بقى للون الحلو قوي دوت، هنضيف لها اللحمه، بس الاول هندي البصله بقى بتاعه تغذيه المحشي دي تقليبه كده حلوه عشان خاطر ما تاخدش مننا لون او تتحرق، ونرجع بقى نشوف هنعمل ايه دلوقتي في التعصيجه. اول ما توصل بقى للون ده كده هحط عليها 0.5 كيلو من اللحمه المفرومه، وهقلبها مع بعض مع رشه بسيطه كده من الفلفل الاسود. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اول ما اللحمه بقى هسيبها كده مع بعضها شويه كده، وبعد كده اول ما اللحمه تتصدم كده وتغير لون، هنزل عليها ب3 طماطمات مضروبين في الخلاط ناعم، او ممكن تصفيهم. تمام. بس انا بصراحه مش بحب ان انا اصفي طماطم، بحب ان انا انعمها قوي في الخلاط احسن ما اصفيها. هقلبها بقى كده واسيبها على نار هاديه ان هي تتسبك وتتشرب كده من بعضها، قبل ما نحط لها باقي التوابل بتاعتها. كده خلاص كانت النية خلاص بقى ايه، اتشربت بقى الطماطم كده، وهبتدي ان انا احط لها البهارات بتاعتها. البهارات بتاعتها خفيفه قوي، هنزل بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود، وخدي بالك ان احنا حطينا فلفل اسود من شويه عشان ما تكتريش فلفل اسود. وهنزل بربع معلقه من الكزبره، ومعلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من البابريكا. هحط معلقه صغيره فلفل اسود، نص معلقه كزبره، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره بابريكا. وهظبط الملح اقلبهم كده تقليبه، وهنزل عليهم بورقتين 3 كده من الورق اللوري عشان تديها طعم وريحه حلوه قوي.
وبرضو ايدك في البصلة دي عشان خاطر ما تحمرش منك وتطلع واحدة متحمرة وواحدة محروقة، لا اظبطي ايدك كده وكل شوية قلبي فيها كده تقليبة عشان خاطر ايه متاخدش منك لون بسرعة وتتحرق. واول بقى ما البصلة تاخد معايا اللون الذهبي الحلو دوت هنزل عليها بالطماطم المضروبة في الخلاط. تمام، انا حطيت كيلو ونص من البصل، حطيت عليهم 3 كيلو طماطم. بحب ان انا احط كيلو البصل عليه 2 كيلو طماطم. هسيبها بقى تتسبك براحتها خالص، ولما تتسبك واشوفها كده الايدام بتاعها نطر على الوش، عشان تعرفي ان هي اتسبكت هتلاقي الايدام بتاعها نطر على الوش. هنا اللحمه بتاعتي خلاص كانت قربت ان هي تستوي خلاص، او تقريبا كانت استوت، طفيت عليها. هنا بقى اول ما الاقي ان الزيت بتاعي نطر على الوش كده هعرف ان هي اتسبكت، هنزل عليها بالبهارات اللي عباره عن ملح. هتظبطي طبعا الملح بتاعك، واحط معلقه صغيره من الشطه، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الكمون، ومعلقه كبيره من الكزبره الناشفه. تمام كده. الكزبره الناشفه بتبقى حلوه قوي 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 في تغذيه المحشي. الكزبره بقى الناشفه بتديها طعم وريحه كده حلوه قوي قوي قوي. بعد ما حطيت البهارات بقى بتاعتي اللي عباره عن شطه وملح وفلفل اسود وكمون وكزبره، هنزل بالخضره بتاعتي، خضره مشكله. انا حطيت الخضره شبت وبقدونس وكزبره، بحط نص الكميه عليها دلوقتي. والخضره لما باجي بحشي بحط خضره تاني عشان تبقى صابحه كده وحلوه فيها، وتديها طعم وريحه احلى بكتير. هوريها لكم برضو في فيديو تاني ان شاء الله واحنا بنحشيها مع بعض. هقلبها بقى تقلبتين كده، وهسيبها بتاع دقيقة كده على النار، الخضرة مع الصلصة تشرب كده من بعضها، وهطفي عليها على طول. هسيب بقى اللحمة بتاعتي تبرد خالص، وهسيب التسبيكة بتاعتي تبرد خالص، ولما يبردوا تماما هعبيهم في اكياس وادخلهم الفريزر. اطلع الكيس اسخنه او اسيبه يفك واحشي على طول. اطلع الكيس بتاع التعصير اسخنه على النار، او اسيبه يفك واعمل بقى منه مكرونه بشاميل، جلاش، رقاق، اي حاجه بقى. التسبيكه بتاعتي كده خلصت خالص، هطفي عليها بقى واسيبها لحد ما تبرد. الوصفتين دول طول ما هما موجودين عندك في البيت اقسم بالله عندك كنز. حصل عندك ظرف فجأة، عزومة فجأة، حصل اي حاجة انت مزنوقة مش عارفة تعملي اكل ايه، هتطلعي وتعملي على طول. يا رب بس الطريقتين يكونوا عجبوكوا وتستفادوا منهم. ما تنسوش بقى تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.